بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده قلت اعمل معاكم كده اكله بسيطه ومش مكلفه، كلها من البيت، وبجد بجد اللهم صل على النبي الطعم فوق الخيال. بألف هنا وشفا علينا وعليكم، واتمنى انكم تجربوها وتحكموا عليها بنفسكم وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. وحبيت اشكر كل اخواتي واللي تابعوني واشتركوا في قناتي. جبت معاكم 5 بطاطسيات وطرقتهم مكعبات حلوة كده. براحتك، عاوزة تخلي المكعب بس ما يكونش غلط جامد، يعني خليه كده موسط. فهنعمله مع بعض ب5 بطاطسيات وبصلاية واحدة وبس. انتوا كتروها الطماطم عشان انا بصراحة عشان لازم اقول لكم اللي لا واللي عليه، ولازم اقول لكم الصح والغلط. الطماطم بتاعتي كانت قليلة، حتى لما بعت بنتي تجيب لي صلصة، والوصفة دي لازم يكون فيها صلصة عشان الرز بالبطاطس يبقى احمر. لما بعت تجيب لي صلصة راح جابت لي كيس ب2.5. طب يا ماما كنت جبت لي كيسية. ولازم فيها برضك الكزبرة والشبت. الكزبرة والشبت مخلين طعمها في حتة تانية خالص. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم، واتمنى كده يا رب الفيديو يعجبكم من رضاكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين 2. وتفعلوا الجرس. واتمنى ان شاء الله ان قناتي تكبر بكم ومعاكم. وبالله عليكم تدعوا طلاب ثالثه ثانوي، لان ان شاء الله بدأت اقدر على ربني بكره اخر يوم، وربنا يقف معاهم كلهم يا رب، اولاد العالم اجمعين، ويقف مع بنتي واولاد العالم اجمعين يا رب. الامتحانات بتاعت ثالثه ثانوي بجد كانت صعبه. والكيمياء برضو كانت صعبة جدا، والعربي، وربنا يقف معاهم ان شاء الله. غسلنا البطاطسيات غسلة زيني، وهنترك الطماطم في الخلاط، بس بصراحة يعني لازم الوصفة دي لازم تحط لها طماطم كتير، ولازم تحط لها معلقتين صلصة. انا ما كانش والله عندي غير المطمطمات دولي، فالحمد لله الحمد لله. ولما بعت بنتي جابت لي صلصة، جابت لي كيس واحد، ويا ريت كيس من ابو 5 جنيه. قبل لسه هبعتها تاني مش هينفع، فقلت على كده وخلاص. وان شاء الله اكررها معاكم في مرة تاني، يكون ان شاء الله الطماطم كتير ويكون عندي صلصة، فهعملها لكم تاني برضو، وهعملها لكم مظبوطة بصراحة. بس والله العظيم الطعم بتاعها كان تحفة تحفة تحفة. بألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. ولازم تحطوا لها كزبرة وشبت، لأن الكزبرة والشبت مخلين طعمها على قد ما هي بسيطة، على قد ما بسم الله ما شاء الله طعمها يعني حلو جدا جدا جدا. حطيت الحلة على البوتاجاز وحط لها شوية زيت، وبعد ما احط لها شوية زيت هجيب البصلات قدامكم من الكبة واحطها. بصلة واحدة هي عملناها حلوة قديت متوسطة، شايفين ما شاء الله. وهتخلي البصلة معاكي تاخد لون ونشتغل فيها براحتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك يا الله. بعد ما حطيت البصل وحطيت الزيت وكل حاجة، لازم احط الملح. الكبة هنا سايبة حتة بصلاية ما ضربتهاش، مش عارفة والله ما حشتهاش، بس المهم الطعم بتاعها مش عارفة والله العظيم. عيالي اول مرة اعملها لهم قالوا لي يا ماما اعملها لنا تاني. قلت لهم طب قدام كديتي يكون بابا جاب لنا طماطم كمية كويس، عشان هي عاوزة اللهم صل على سيدنا محمد طماطم كويس يعني. انت من قالها لك ده؟ قلت له قالتها لي امي، كانت تعملها لنا زمان، وكنت احبها قوي انها تعملها، فقلت اجربها لعيال. عيالي حبوها خالص الحمد لله. لجرت انه قالوا لي يا ماما ما عارفاش تكتريه. قلت لهم خلاص المرة الجاية بحط لكم كيلو رز حاي واعملها لكم. قالوا لي ماشي مستنينها قريب. قلت لهم استنوا بس انشر ده واشوفها، وربنا ان شاء الله يكرمني ونفسي قناتي تكبر بكم ومعاكم يا اخواتي في الله. الله يعزكم ويراد خاطركم. طبعا انا بحب اشكر كل اخت وكل اخ وكل ام وكل اب اشتركوا في قناتي. الف شكر لكم، يا رب ان شاء الله يجعله في ميزان حسناتكم.
وما تنسوش تحطوا اللايك عشان الفيديو يتشاف، اللي يبارك لكم. كل اللي يشوف الفيديو اللي يبارك لكم يحطوا اللايك وتدوس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. وهناك البصلة ما شاء الله اخذت لون اهي، شايفين ما شاء الله. براحتكم انتوا، لو عايزين تكتروا زيت عن كده كتروا. نزلنا بالطماطم، وزي ما انا قلت لكم الطماطم بتاعتها كانت قليله، انتوا كتروا طماطم. لو عايزين تحطوا كيلو طماطم حطوا، لو عايزين تحطوا كيلو ونص طماطم حطها. ولازم تحطوا لها معلقتين صلصه. وهناك في بطاطسين نزلت حيه هناخدوها ونتركوها، وهنغطوهم كداتا ونحطوا لهم اللهم صل على سيدنا محمد الكزبرات والشباتات اللي احنا قطعناهم مع بعض. وهننزل عليها بردك بمعلقه توم مهروسي. وفيها كمان شطة خضرة برضو الوصفة داي، وفيها شطة خضرة وشطة حمرا. لو عاوزة تحطي لك يعني نص قرن من ونص قرن اخضر ونص قرن احمر عادي، ويتدكي مع التوم. انا عندي التوم هرساه وحطاه في الفريزر. التوم معلقة حلوة صغيرة كده. فما دقيتش. وكان الشطة ما عنديش بصراحة، يعني جوزي زي ما انتوا عارفين ما بيحبش الشطة الحراقة، فانا ما حطيتش. انتوا حطوا لها فيها شطة من عاوزين تحطوا شطة من الحراقة الحامي، وعاوزين تحطوش من الحامي براحتكم. فانا اصلا هي شطة فيها شطة الوصفة دي فيها معذرة نص قرن فلفل شطة من الاخضر ونص قرن فلفل من الاحمر. وهنا جبت ب4 بطاطسات قدامكم وهحطهم في الحلي حد ما يطيبوا ويستوى. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. وهنا هغسل الرز معاكم، رز اسمه رز اللؤلؤة دي، هغسلهم غسلة زاني. وبعد كده ايه اخلي اهم حاجة البطاطسية تاخدوا لهم غلوتين 3، بحيث ان هي البطاطس والرز يستووا مع بعض. بعد كده لما اسقطهم فيه مع بعض، هنا الرز لازم يتغسل غسلة زاني عشان النشا اللي فيه، وتمرغيه مرة زانة كده وتمرشيه، عشان بصراحة النشا ما تنفعش. شايفين في كمية نشا بصراحة كتيرة، شايفين ازاي. ويا رب ان شاء الله كده الفيديو يعجبكم من رضاكم. شايفين ما شاء الله الريحة بتاعتي قسما بالله فوق الوصف. بألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. هننزل دلوقتي بالرز، والبطاطس كانت واخدالها ربع ساعة وحدها على البوتاجاز، وما كانش اصلا الطرق غليظة. الدرجة ان شاء الله ان شاء الله بلا تقدر على ربنا هعمل لكم الوصفة مظبوطة. هي ده والله العظيم مظبوطة وكل حاجة، بس هي طماطمها خفيفة عشان اقول لله ولا علي. فالدور الجاي انا هكتر لها ان شاء الله الطماطم وهكتر الرز برضو، لان عيالي قالوا لي ماما ليه ما عملتش كتير، ده حلو بس ما كملش جميل. قلت لهم خلاص ان شاء الله المره الجايه هحط لكم كيلو رز كامل او احط لكم كيلو وشوي، وهوريها لكم ان شاء الله. ويا رب كده ان شاء الله تعملوها وتاكلوها بالهنا والراحه والسعاده وراحه البال يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هناتي البيضات استوى، فهاخدهم تحت الحنفية اخليهم يعني يعملوا شوية كده يبردوا عشان اقشرهم معاكم. شايفين مسكت اول واحدة دي بقشر فيه، والحمد لله القشرة ما انا بقش في البيضة يعني عشان ما كانش اتبهدلت معاه. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. هنقشر البيضات مع بعض واحدة بواحدة كده، هم 4 مش كتار. لو عاوزة تكتري كتري، بس انا بصراحة قلت كويسين علينا 4 عشان معايا بنت الصغيرة دي راحة تالتة ابتدائي ما بتحبش البيض، المفروض تاكل بيض هي عشان عندها اكزيما تأدبي. وقلت للدكتور، كشفت مع الدكتور وتابعت معاه من شهر 9 اللي فات، وراح لحد ما من شهر 9 اللي فات لحد اخر شهر 6. فالدكتور كتب لي خالص يعني خلاص على كده. طب بعد ما بطلنا العلاج ووقفناه راحت رجلها تاني اتعملت جامد. الحمد لله الحمد لله. هناتي كنتش لسه حطيت لها هقلبها عشان البطاطس مع الرز تستوي كله. هقلبها بسيطة كده، ما تقلبهاش جامد عشان ما تعجنش منك. بعت بنت تجيب لي صلصة ولسه ما جات. ويا رب ان شاء الله يهديها وتحد في الطريق كده، مع ان السوبر ماركت قريب مش بعيد، وربنا ان شاء الله يهديها وتجي بسرعة. معلش الحتة دي اتكررت تاني. الحمد لله جابت الصلصة وجات. شايفين الكيس، انا قلت لها هاتي لي كيس من الكبير، ما جابش غير الكيس دي. الكيس دي ب2.5، حتى ادوب عامل معلقة مش مكمله.
فانتوا لا، هي عاوزة معلقتين صلصة من الكبار اللي هما بتاعت الرز. هما دول كويسين زنين. هناك انا حطيت لها شوية ملح للصلصة عشان كانت البطاطس والرز عاوزة مية. حطيت لها شوية ملح وحطيت لها ايه نص كوباية مية كده، فوق نص كوباية مية، كوباية الشاي. شايفين ادي المية اللي انا حطيتها. وهحطهم ياخدونهم غلوتين مع بعض. شايفين ما شاء الله. والله العظيم بصراحة الريحة بتاعتها ولا الطعم بتاعها، يعني انا قلت الريحة خرافة والطعم فوق الخيال وفوق الوصف. بألف هنا وشفا ان شاء الله. هناكي بعد ما حطيت الصلصة وسويتها وكل حاجة خليها تاخد لها غلوتين، وهناك دلوقتي هي ما شاء الله استوت. شايفين ما شاء الله الريحة بتاعتي، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. دلوقتي هنغرف ونحضر الغدي، لان بصراحة هو دي والله كان غداني يعني. والحر مش عاوزة اقول لكم على الحر بتاعي في المطبخ، فحالا في الانجاز الوصفة دي يعني بصراحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. هنا تيجي مغرف معاكم واحدة بواحدة. والحلة من تحت قعرتها اتحمصت خالص كديتها. فالعيال قالوا لي ماما احنا خلينا قعرة الحلة. قلت لهم لا، عشان هما بنات. كان ستي زمان تقول لي رحمة الله عليها ما تاكلش يا لما تيجي تتجوز رجلتك هتبقى مدخنة. اقول لها ما يعملش حاجة، يعني هتبقى مدخنة. تقول لي يعني النور يبقى قاطع، الناس هتقول عليك عروسة فقرية. فالحمد لله النور لما اتجوزت ما قضاح شاي. وهناك بعد ما جهزنا كل حاجة وحطينا البيض زي ما انتوا شايفينه. ولو وصلتوا معايا لحد هناك اتمنى انكم تقولوا لي رأيكم، وهوريكم الطلبات اللي جابها لجوزي. بكو شاي العروسة مش عارفة ب60 جنيه ولا ب65 جنيه، مش عارفة والله. وقدس الزيت برضه مش عارفة ب100 ولا ب100 وحاجة. لكن كيلو السكر معروف ب35، وكيس الرز طبعا مش عارفة ب30 و35. وعلبة السمنة الرابدة مش عارفة سعرها كام. شايفين ما شاء الله. وجاب لي كمان هوريهولكم دلوقتي، مش عارفة احط لكم الشاي فين محيرني. وجاب لي كمان 3 كيلو رز و3 كيلو سكر. وجاب لي كيس رابسو باهي 2 كيلو. شايفين كيلو السكر يا جماعة خالص ما كنتش شايفاه متكبقها. هاخدهم دول احطهم في بوق يعني. وما تنسوش 3 كيلو سكر. الكيلو السكر مش عارفة ب30 أو 35. و3 كيلو رز. كيلو رز برضه والله ما عارفة. الكيلو رز ب30 أو 35 برضه مش عارفة. احنا واخدين منهم كيلو. وديت اللي هوريكم في الشنطة السوداء اهو. كيس رابسو جايبين واحد وبعيد عن الطلبات ده عشان ما تبقاش ريحته حاجة كده، ريحة طلبات قري ولا حاجة ولا مع ان غسلتنا غسالة عادية احنا الحمد لله الحمد لله. ما تنسوش كده لو الفيديو عجبكم تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.